السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي انتقاد بسيط وانتقاد لصالح المصلحة، إذا شيء إنه يرتقي ما ينزل. وهالمرة أتوقع المرة الثانية اللي أنتقد فيها نفس المكان هذا، شركة دو. ثاني مرة هالمرة أتكلم في هالموضوع. طبعا أنتقد من باب الارتقاء، لأني أغار على هالشركة من دولتي وأغار عليها وأتمنى لها التوفيق والخير. عزيزتي شركة دو، الحين أنا عندي 10,000 في تلفوني رصيد، وقلت بشترك من عندكم ب500 درهم خدمة انترنت. هل يعقل اني انا اشترك ب500 درهم ويوم يخلص الجي بي تسحبين عني 10,000 كلهن؟ لماذا؟ هل انا قلت لك؟ هل انا قلت لك خذي من عندي فلوس؟ هل انا لمحت لك انه يا شركة دو خذي من عندي فلوسي؟ ها؟ انتوا يوم تبون فلوسكم تاخذون من هنا تشلون جل. هاي فلوسي اخوي حاطنها في تلفوني، تشلن ليش؟ على اي اساس؟ على اي مبدأ؟ والله لا، خلص الجي بي مالك وصلك رسالة ولازم تكون مستعد للرسالة. نعم والله يا اخي انا انسان نايم ووصلني التنبيه مالكم هذا رسالة انه والله خلص الجي بي عندك، وقام يشفط من رصيدي. شو اسوي شو اسوي؟ بيطلع لي عن زروت ما ادري من وين، هوب قوم دو طرشت لك رسالة. بعد ما يعقل هالكلام. يمكن انا في اجتماع، يمكن في شيء. تسحبون رصيدي بدون استئذان ليش؟ هذا يعتبر انك انت ياس تاخذ رصيد من عندي بدون استئذان. هل انا جيت وطلبتك انترنت؟ يوم انا طلبتك انترنت دفعت لك فلوس مقابل الجيجا اللي بتعطيني اياه، ما قلت لك زيدني ولا طلبت منك زيادة جيجا، قلت لك بس ليمت مثلا طلبت 25 جيجا، خلاص يا اخي عطني 25 جيجا ولا تكثر. انا طلبت 25 ما ابغي زيادة. ليش تاخذ من رصيدي؟ ليش تاخذ من فلوسي؟ بأي حق؟ والشيء الثاني الحين، افرض اني انا من دولة ثانية وياي الامارات واشتركت في خدمة انترنت زين، ومعبي 1000 درهم عشان اكلم اهلي برا. بتاخذ من عندي فلوس الانترنت وبتاخذ عني الفلوس اللي انا حاطنهم عشان اكلم اهلي، عشان والله كم من جيجا بالانترنت. بعد ما يستوي هالكلام. والشيء الثاني للمرة الثانية بتكلم فيه، ندق 155 لغز عشان نوصل حق احد المتصل، احد الموظفين. لغز يبالك لغز عجيب غريب، ما في يقول لك والله 0 بدالة بتكلم حد من الموظفين. لا، لازم تفكر تكتك 5 8 1 6، ولازم تكون ذكي وتعطيهم حركة أكر بكر كاري كركر دين دلو حمرة صفرة مي رندة عشان توصل حق خدمة العملاء. ليش أبغي أفهم. رقم 0 هذا فاضي عندكم، ليش ما تحط لي يا أخي 0 خدمة العملاء يا أخي، وفكني من الربشة والخبصة تم أفكر وتاخذ من وقتي 20 دقيقة 15 دقيقة 10 دقائق 5 دقائق. ليش؟ أبى أفهم بس ليش. ويقول لك والله احفظ الرقم احفظ الرمز، هذه التشفيرة مالتنا وخلاص. يا أخي أنا أجدد الخدمة بين شهر وشهر، يا أخي كيف أتذكر أنا؟ ولا تباني كل شهر أتذكر الرقم مالكم هذا التشفيرة ما أدري شو مالتكم هاي، اضغط 6 1 ما أدري كم و8، شو الخبصة هذه؟ جان شركة دو حلوا هالموضوعين، تسحبون رصيدنا بدون ما نطلب خدمة، والموضوع الثاني بنوصل حق خدمة العملاء وفقط. أنا أتمنى أي واحد منكم يعاني من هالمشكلة يدق على رقم 155 دو الحين ويكلم أي حد من الموظفين، كلموهم خلوهم يسمعون. الحين كل واحد يسمعني وعنده هالمشكلة يتصل 155 ويحاول يفك التشفيرة هاي مال اللغز مالهم، يوصل حق حد من هاي خدمة العملاء، وقولوا لهم النقطة هذه لا تأخذون فلوسنا بدون إذن، وإن حلوا لنا الموضوع اللغز مالكم هذه التشفيرة يوم ندق على خدمة العملاء. أتمنى لك يا شركة دو كل الخير وكل التوفيق، وإن شاء الله يتغير عن هالمواضيع هذه، لأن صراحة حرام. أنا كل شهر كل الرصيد اللي في تلفوني يروح. توني أكلم الموظفة في شركة دو تقول لي والله إحنا عندنا خدمة تروم تطرش رسالة عشان ما يسحبون من عندك رصيد. يا أخي بدون لا أطرش رسالة، يا أخي بدون لا أطرش رسالة. ليش أطرش رسالة من الأساس؟ هل أنا طلبت أن أحد فيكم يعطيني؟ هل أنا طرشت لكم رسالة أن خذوا من عندي رصيد؟ ما طرشت لكم. أخي خلاص تخلص الجيجا لا تسحب فلوسي، وقف لي الجيجا خلاص، لا تعطيني انترنت يا أخي. ما طلبتك وقت الطلب، أعطيتك فلوس على الطلب اللي أنا طلبته. لك يا أخي أبغي 25 جيجا بكم؟ قلت لي ب500، أعطيتك 500.
تيجي تشريني جيجا زيادة ليش؟ يا أخي أنا ما طلبتك يا أخي. يعني لازم يعني تبايعني، يعني غصبا عني تبايعني بعد، يعني غصبا عني تبيع لي بعد ما يستوي. غصب غصب غصب. ليش أنا أقول لكم اتصلوا على الشركة؟ يعني عشان يحسون ترى أنا ما بروحي أنا أعاني من هالمشكلة، في عالم يرسى تعاني من هالمشكلة، وأنا ما أتكلم عني، أتكلم عني وعن غيري. كل ما أكلم حد من خدمة العملاء وتشكاله في هالموضوع يقول لي والله إحنا يعني وصلنا الرسالة للمدير، لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ترى 20 30 سنة 40 سنة وبعدين يتغير الموضوع، بعدين المدير بيفكر يعني إنه أوه هذول مساكين حرام يعني، والله مساكين الله يسلمك. في ناس يقولون زي خلاص غير الشركة هذه، وين أروح؟ الشركات الثانية ماشي إلا شركتين في الإمارات، والشركة الثانية بعد هني 25 جيجا في دو كم 500 درهم. في أمريكا انليمتد، روح دوس عطر انليمتد، النت مفتوح بس حط ريلك على الريس وروح. بكم 300 وخردة يمكن، حتى ما يوصل 300 يمكن. انليمتد دوس. والاتصال في أمريكا اتصال داخلي يعني داخل الدولة في أمريكا بلاش، يعني ما في شيء اسمه مقارنة. يعني أتمنى يعني إن يا جماعة الخير هدوا علينا. المهم ما علينا، أنا ما أريد أتناقش موضوع فلوس ما فلوس، الله يرزقهم وهذا لهم يعني، وهذا أشياء هم حاطينها ونحن نمشي عليها. لكن موضوع تأخذون فلوسنا غصب بليز يعني بليز بليز، موضوع يعني اللغز هذا اللي حاطين لي إياه بليز يعني خلاص يعني انف. اللي مو مصدق كلامي بموضوع اللغز اتصل 155 شوف كم دقيقة بتاخذ لين ما توصل حق خدمة العملاء. يلا يا الغالي دوس. افرض انك تاخذ 5 دقائق ولا 4 دقائق ولا 3 دقائق، انا اشوفها وايد. 5 دقائق لين ما اوصل حق خدمة العملاء، شو المسخرة هذه؟ الحين انت اللي يا استاذ تخيل جيتني وقلت لي يا خليفة ساعتك حلوة بشتريها من عندك ب5 دراهم، قلت لك تم. وبعد كم يوم جيتك قلت لك تعال انت دام انك اشتريت من عندي الساعة ب5 دراهم، غصبا عنك تشتري الساعة الثانية اللي عندي في البيت غصبا عنك. بعد 3 أيام بعد أجيك عندي ساعة ثانية في البيت ملان منها ما أبغاها، ويا بايعك إياها غصبا عنك وأدفعك فلوسها. شو المسخرة هذه؟ واليوم الخامس أروح عند ربيعي وأخذ ساعته وأقول له تعال في واحد مقصة شو رأيك نبايع ساعتك، ومبايعك إياها غصبا عنك وبدون شعورك. واليوم السادس أدور لي هنود وبنغالية في الشارع وأشل سواعهم ويا بايعك إياها غصبا عنك بعد بدون شعورك. كيفي ليش تشتري؟ هذا الموضوع اللي حاصل، ويدو تبايعنا غصبا عنا هي والشركة الثانية غصبا عنا. شكرا.